طريقة جديدة وسهلة وسريعة للمكرونة، ريحتها بتكون مفحفحة وقلبة الدنيا. ولادك مش هيتخيلوا ان هي دي المكرونة اللي انتي دايما بتعملها لهم من كتر جمالها وحلاوتها. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهاردة هيكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعمل بقى جنبها طبق سلطة كده اهو حلو، وكلي احلى واجمل مكرونة. حتتين حلوين كده هم من الزبدة، عليهم شوية من الزيت، واستني لما الزبدة تسخن مع الزيت. طبعا ممكن تستخدمي زيت بس او سمن بس، لكن لو عندك زبدة زي حطي زبدة على حتتين، على شويتين كده اهو من الزيت، واستني كده اهو لما يسيحوا شوية. حطيت تقريبا نص كيلو من المكرونة. دي المكرونة رفيعة خالص، المقصوص الصغيرة خالص الرفيعة كده بتبقى رقيقة كده ولما بقى بتستوي بتكون حجمها كده صغنن وجميل وطعمها بيكون رهيب. هقول بقى بسم الله، والنار عندي متوسطة، وهبدأ كده اهو بأي معلقة خشبية عندي أو أي معلقة. هبدأ إن أنا أحمر في المكرونة. بتصبري كده اهو 3 ثواني وتبدأي تقلبي، كل 3 ثواني تبدأي تقلبي، ولا تروحي ولا يمين ولا شمال، علشان كل المكرونة إلى حد ما تاخد اللون الذهبي اللي داخل كده اهو، تكسري سنة الذهبي يدخل على ذهبي محمر سنة بسيطة. زي ما قلت لك ما ينفعش خالص في المرحله دي تسيبي المكرونه. انا جبت بقى معلقه قصيره كده شويه عن المعلقه الخشبيه الكبيره، علشان اتحكم اكتر في تحمير المكرونه. نزلت كمان ببصلايه تبقى مبشوره كده اهو صغير، او تكون متقطعه صغير. هبدا ان انا احمرها مع المكرونه كده اهو، ابدا ان انا اشوح البصلايه لحد ما تشمي ريحتها. حوالي 3 فصوص من الثوم كده وحطيتها في فرست الثوم، وهبدأ ان انا اضيفهم دلوقتي. سهلة وسريعة ووجبة كده هم متكاملة، ممكن تسلقي جنبها 3 4 بيضات كده على حسب انتوا عددكم قد ايه، وتاكلي الاكلة الحلوة دي. شفتوا بقى نزلت بحوالي 3 4 فصوص من الثوم، ما تكتريش الثوم وابدأي شوحيه. هنا بقى معلقتين كبار من الصلصة، والصلصة دي اختياري، مش متوفر صلصة هنحط دلوقتي عصير من الطماطم. حطيت معلقتين كبار من الصلصة عشان تعزز لي اللون، وحمرت كده شوية المكرونة بالصلصة. وبعد كده كنت هنا بقى حاطه في الخلاط حوالي 5 طماطميات على نص كيلو من المكرونه. 5 طماطميات وشويه ميه صغيرين، وعملتهم كويس جدا، ضربتهم في الخلاط كويس وحطيتهم في المكرونه، وفضلت اقلب كده تقلبتين حلوين. وبعد كده هنزل بالميه. الميه قد ايه؟ الميه بتكون زياده عن المكرونه بحوالي سنتي وشويه صغيرين، سنتي ونص كده. تعالوا بقى ننزل بالبهارات. اول حاجه هتخلي الريحه الحلوه اللي احنا عملناها دي البصله والثومه اللي احنا حمرناهم مع المكرونه. تاني حاجه بقى هي البهارات الحلوه اللي احنا حطيناها. حطيت كزبره، حطيت فلفل اسود، مكعب مرق الدجاج وده اختياري. ممكن كمان تحطي شويه من 7 بهارات، بس انا بالنسبه لي حطيت 4 فصوص من الحبهان ومعلقه صغيره من الملح. وممكن لو عندك ورق لورا حطي، انا بقى عندي ورق اللورا بطحنه مع الحبهان، بطحنهم كويس جدا. وحطيت رشتين اهو من الحبهان على ورق اللورا. ممكن تحطي فصين من الحبهان وورقتين من اللورا، وشمي بقى احلى ريحه. استني بقى لما المكرونه تبدا تغلي كده معاكي، وبعد كده نزلت بقرن الفلفل الحلو ده. يا سلام بقى لو قرن مشطشط كده، والعيال عندك بياكلوا مكرونه مشطشطه كده بيكون حكايه. كل شويه بقى بتديله تقليبه كده اهو. لو حسيتي ان الميه بتاعت المكرونه بتاعتك بدات ان هي تقل بزياده والمكرونه مش هتستوي، طبعا يعني كلكم اكيد شاطرين، انا بحب دايما بعد ما المكرونه بتاعتي تتشرب بديها كده تقلبتين حلوين. لو حسيت ان هي محتاجه شويه ميه صغيرين كده، بحط حوالي ربع كوبايه من الميه. بعد طبعا ما بتتشرب الميه بتاعتها، ببدا ان انا اوطي خالص. هنا بقى حطيت شويه ميه صغيرين، حسيت كده وان هي محتاجه. وهسيبها بقى تقريبا لمده 10 دقايق، من 7 ل10 دقايق على نار هاديه جدا تستوي بقى براحتها. بصوا بقى الجمال. والله يا جماعه يعني بصوا احلى من الكشري. يعني هي وجبه تحسي كده ان هي اجمل من الكشري بكتير. ريحتها كده بتبقى مفحفحه، بتكون الصلصه كده، يعني المكرونيه جوسي كده وطريه، والصلصه كده مغلفه كل المكرونيه. والبهارات اللي احنا حطيناهم القرنفل، الحبهان، ورق اللورا، ملح وفلفل ورشه صغيره من الكزبره، عاطيه طعم ومذاق روعه. بصوا بقى بعد ما استوت، بصوا لونها عامل ازاي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. انا شيرين حمدي ودي قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، تشجعي بقى وقومي اعملي المكرونه الحلوه دي حالا، مش هتاخد منك بالظبط في عمايلها 10 دقايق بالظبط، وتقعدي بقى كده جنبها تستوي وتاكليهم كلهم، وكلهم هيفرحوا بالاكله الحلوه دي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وما تنسيش اهم اللايك هو ذكر الله والصلاه والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطي بقى الاكله دي. انا بحب ان انا لما بعمل مكرونه بحب ادخل جنبه البروتين، وممكن اسلق جنبيها بيض. وممكن كمان، وطبعا الاساسي بتاعنا ان احنا جنب المكرونه لازم طبعا طبق سلطه محترم كده، وناكل احلى اكله.
شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.